لو عايز تقنع أي حد يبقى الفيديو ده أكيد هيفرق معاك. إزاي تبيع تفاحة ل5 شخصيات مختلفة. أول شخصية معانا وهي الشخصية المسيطرة. صاحب الشخصية دي بيحب يحس إنه صاحب القرار، يعني لما تيجي تقنعه إنه يشتري تفاحة ما تقولوش التفاحة دي حلوة اشتريها، لكن هتقوله أنت بتفضل التفاحة الحمراء ولا الخضراء. في الطريقة دي أنت ما أقنعتوش يشتري، أنت كده خليته هو يختار. تاني شخصية معانا وهي الشخصية المترددة. صاحب الشخصية دي بيبقى خايف يندم أو خايف يختار غلط. لما تيجي تقنع الشخصية دي بحاجة زي إنه يشتري تفاحة ما تقولوش التفاحة دي أحسن تفاحة وهتعجبك، أنت هتخليه يجربها وتعرفه إنها لو ما عجبتوش هو مش خسران حاجة. في الحالة دي أنت لما عملت كده أنت حشت خوفه إنه يندم أو يختار غلط. تالت حاجة معانا وهي الشخصية العاطفية، وده بيشتري بالإحساس مش بالعقل. يعني لما تيجي تقنعه يشتري تفاحة هتقوله إن التفاحة دي هتحس بعدها إنك أخف ومودك أحسن. نخش على رابع حاجة وهي الشخصية العقلانية، وده أهم حاجة بالنسبة له الأرقام والدليل. يعني لما تيجي تقنعه يشتري تفاحة هتقوله التفاحة دي فيها ألياف وبتشبع وسعرها أقل من أي سلعة تاني. في الحالة دي هو اقتنع عشان حسب كل حاجة. خامس شخصية معانا وهي الشخصية اللي بتهتم برأي الناس، وده لما هتيجي تقنعه هتقوله إن التفاحة دي سبحان الله أكتر تفاحة الناس بتشتريها النهاردة، وإن معظم الناس اللي بتعدي بتشتريها. في النهاية ما تنساش تشترك معانا وتعمل لايك وتقول لنا شخصيتك أنهي شخصية في دول.